مجموعة أيضا من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس. الفرق دي كلها كانت موجودة يوم الخميس في القرعة بتاعة كأس العالم للأندية. والقرعة أسفرت عن إنه الأهلي بيقع في مجموعة بالميراس وإنتر ميامي الأمريكي، وأيضا الفرقة اللي يعني إلى حد ما هتكون هي الصعبة في طريق النادي الأهلي حاليا، هي بورتو البرتغالي، ويمكن دي أكبر عقبات الأهلي في المجموعة بتاعته. لكن ده مش الموضوع. الناس كلها، أنا وأنت والناس كلها عارفة إنه دي القرعة اللي وقع فيها النادي الأهلي، والناس عارفة أيضا إنه ال يعني إيه المستوى بتاع النادي الأهلي إلى حد ما أعلى من الفرقة دي، ولكن إنه السهولة والشك يوصل لدماغ الناس إن هي تشكك في قدرات الفرق دي، لدرجة إن هي تقول لك في حالة إنه الأهلي ما صعدش للدور ال 16 هتبقى فضيحة بالنسبة للأهلي. في حالة إنه الأهلي ما فازش على انتر ميامي، لا اللعيبة دي تمشي. في حالة إنه الأهلي ما فازش على بورتو البرتغالي وخرجوا من دور المجموعات، لا ده مصيبة سودة. ولكن يعني لما تيجي تفكر في الحقيقة كده، لما تيجي تفكر واقف على أرض صلبة، واقف على أرض صلبة كده واجمد، قول لي حضرتك والناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم كتير، على أي مبدأ وعلى أي أساس حضرتك أخدت القرار إن الأهلي هو أقوى من كل الفرق دي؟ يعني النادي الأهلي عنده القيمة والقامة الكبيرة جدا جدا، وعنده التاريخ الكبير، ولكن على أي مبدأ حضرتك قلت إنه الأهلي أقوى من بالميراس وأقوى من إنتر ميامي وأقوى من بورتو البرتغالي؟ طيب، هتيجي من ناحية التسويق، هقول لك بالميراس اضرب القيمة التسويقية للأهلي في 9 مرات. طيب، لو على انتر ميامي مثلا يعني اضربها في 3 مرات. لو على بورتو اضربها في 7. يعني القيمة التسويقية للأهلي حاليا هي 30 مليون. اضرب ال 30 مليون دي في كذا وفي كذا وفي كذا، يطلع لك القيمة التسويقية لكل نادي تاني، عشان تعرف القيمة من الأهلي وبورتو وبالميراس وانتر ميامي. ناهيك عن النجوم اللي موجودة في الفرق دي، ناهيك أيضا عن كم الأساطير اللي موجودة في الفرق دي. أنا لحد دلوقتي ما جبتش أي سيرة عن الحاجات التانية اللي هي ولا الفرقة دي موجود فيها مين، ولا الفرقة دي نهت الدوري بتاعها هي وكم نقطة، الفرقة دي مثلا عملت ايه في الدوري بتاعها او اخدت البطولة ايه. انا بتكلم بس عن القيمة التسويقية، انا مش هتكلم عن اي حاجة غير القيمة التسويقية فقط لا غير. ليه؟ لان ده اللي يخصني، ده اللي هو مربط الفرس. طيب، برضو هدخل في نوايا الناس في الحتة دي، بس بالحسنة، هدخل في النوايا الحسنة في الموضوع ده. هل حضرتك قلت ده بناء مثلا يعني على انه الاهلي مجموعته سهلة، بناء على ان انت فكرت فقلت انه مجموعة الهلال ومجموعة العين مجموعتهم صعبة؟ ممكن امشيها دي تمشي. ولكن انه حضرتك تقول انه الاهلي مجموعته سهلة لدرجة ان هو يصعد اول مجموعة ما يعملش اعتبار لاي حد، لا، دي تقف عندها، تقف على ارض صلبة كده، تقف على ارض صلبة واتكلم، قول انا قلت كده بناء على ايه. في فروقات كبيرة جدا جدا ما بين اي فريق موجود في كأس العالم والنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا، كبير جدا، ولكن يجب ان تضع في الاعتبار انه لما تيجي تقارن ما بين شخص وشخص لازم تحط الاتنين في نفس المعيار. لازم تحط الاهلي بنفس الامكانيات والقدرات اللي في اللعيبة
من عند بالميراس وليكن في الاهلي. ما ينفعش تيجي تقول دلوقتي انه الاهلي اقوى من